حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ربنا يعود عليكم بالخير يا رب. بصوا، انا شفت الكيس ده آه مع الشيف محمد حامد. دي خلطة المفروم. بصوا زي ما احنا شايفين كده، تقدري تعملي منها عصاج وكفتة وحواوشي وبرجر وكرات لحمة، يعني مش حاجة واحدة. فدي بيقولولك بتزود الكمية زي ما احنا شايفين اكتر من 50%، غير انها بتدي طعم وريحة حلوة للكفتة بتاعتنا. فاحنا هنجربها، مش هنخسر حاجة. زي ما احنا شايفين كده، هم عاملين لك الكمية القليلة بتزيد مع الخلطة دي. الخلطة دي انا جايباها ب18 جنيه. احنا النهاردة هنشوف وهنجرب هنعملها ازاي. تعالوا نشوف، هنبتدي نعملها مع بعض ونشوف يعني هل تجربة مفيدة ولا ما نعملهاش تاني. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، انا حطيت هنا بشر ليا، عندي ليا هنا بشرتها، ودي نص كيلو لحمه زي ما اتفقنا، وحطيت كمان 3 فصوص توم. هنا كمان معايا طماطم وفلفل حامي وفلفل رومي وبصلايه حلوه كده كبيره. وهنا هحط الخلطه بتاعه الطنود اللي احنا اتفقنا عليها. انا قلت نجربها مع بعض علشان لو مش حلوه اقول لكم ما تجيبوهاش. طبعا احنا هنا ولا هنحط بقى بقسماط ولا اي حاجه تاني، هي خلاص كده. ده يعني بديل البقسماط والكلام اللي احنا بنحطه ده. الخليط من الخضار ده انا هخلطه في الكبه، وهرجع اخلط الخليط كله مع بعضه في المفرمه او في الكبه بتاعتنا، وهنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا احنا حطينا البصل والحاجه زي ما هي بميتها اهي. بصوا بميتها اهي، عشان هو اصلا دوت لازم يتحط فيه ميه، يعني لازم يتحط فيه نص كوبايه ميه. هنعجن كده. احنا طبعا ولا حطينا بهارات ولا حطينا اي حاجه. فهنشوف دلوقتي لو احتاجت كمان مننا ميه. بص هي كده بتشرب السوائل اللي في الميه، اللي في اللحمه وفي البصل والحاجات دي، وهتخلي الحاجه معانا متماسكه. احنا ما حطيناش بهارات ولا حطينا اي حاجه. بصوا معلش الفيديو فصل. انا حطيت هنا التوابل بتاعتي، ما تكتريش منها، من الملح بالذات عشان خاطر ممكن يكون يعني هي متحيقه. انا طبعا صايمه فيها بهارات بسيطه يعني. فانا حطيت حبه حاجات كده بسيطه، وهفرمهم كده مع بعض بايديا، وبعدين هنزلهم في الكبه ياخدوا ضربه كده مع بعض، وهسيبهم في التلاجة يتجانسوا كده لحد قبل الفطار ان شاء الله. هنصبحها مع بعض. وعلى فكره انا حطيت كمان نص معلقه بيكنج باودر. هنا بقى انا سبت الكفته زي ما قلت لكم، يمكن سبتها ساعتين 3، وحطيت بس كزبره خضراء بقدونس الموجود عندك حطيه، فهقلبهم في قلب بعض. وتعالوا بقى نشوف هنصبحها ازاي. بصوا انا معايا اي حاجه هنا هلف عليها. دي كانت ماسوره عندي كده، يعني بصوا مدوره كده. انا عايزه حاجه اي كده مدوره. لو عندك السيخ اللي هو بتاع الشيش طاووق تمام، لو عندك السيخ اللي هو بتاع اللهم صل عليك يا نبي، بتاع الكفته نفسها تمام. هدهن بس ايدي شويه زيت. بصوا هدهن بس ايدي بس شويه زيت والحاجه اللي هعمل بيها، وهمسك بقى الكفته هسيخها على السيخ ده اهو كده، عشان ما تلزقش. حابه بقى انك ترفعيه تخنيه بتاع براحتك اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. وهنحطه في الصينيه. هعمل كمان واحد. معلش سند التليفون على علبه، فمعلش عشان كنت عايزه اوريكم تصبيع الكفته اهي. بصوا اهي متماسكه وجميله اهي. بصوا اهي. هصبحها بقى كلها وهوريكم الطريقه. هنا بقى معايا الجريل، وهبتدي بقى اسوي فيه الكفته بتاعتنا. هنزل بس بشويه زيت صغيرين عشان كده كده يمكن هي تنزل دهون. زي ما احنا شايفين كده الكفته هي على النار بتستوي، ما تقلبهاش غير لما تحس ان هي خلاص سالت، يعني خلاص يعني بتقلبيها بتتقلب معاكي. واول ما تتحمر على وش نقلبها على الوش التاني. زي ما احنا شايفينها كده متماسكه وجميله. زي ما احنا شايفين كده انا عملت مش شرط ان انت تعمليها صوابع، انت تقدري تعمليها قراص، وبعدين كل جنب كده تحطيه على الجنب التاني، يعني الجنب اللي ما اتحمرش تحطيه على الجنب التاني عشان ياخد برضو لون، تبقى كلها شكل واحد وطعم واحد.
هنقلبها بقى على الجنب التاني زي ما احنا شايفين كده، كل جنب كده ما يستوي نروح قلبين الجنب التاني زي ما احنا شايفين. بصوا حبايبي، انا عملت الكميه اللي هي مناسبه ليا النهارده، والباقي شيلته كمان اهو في كيس وهحطه في الفريزر وهعمله وصفه تانية. تمام اهو، انا كده خلاص عملت على قد ما احنا هناكل، والباقي هشيله زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك، الكميه حلوه وافيه. هبتدي بقى ايه اشيل ده في الفريزر. زي ما احنا شايفين الكميه اللي احنا بنعملها اهي ما شاء الله استوت اهي، وموطيه النار عليها علشان خاطر تستوي براحتها خالص، وايه وتبقى من جوه مستويه ومن بره كمان مستويه، ما يبقاش من بره بس لون وخلاص. زي ما احنا شايفين كده شكلها تحفه تحفه تحفه، وريحتها بصراحه جميله قوي. بصوا الجوس ازاي متماسكه معايا وجميله. شلت الكفته وحطيت بدلها بصلايه، ونزلت بشويه زيت وحطيت بصلايه زي ما احنا شايفين كده، تاخد بس الريحه والطعم بتاعه الكفته، عشان دي هتبقى الفرشه للكفته. هنزل عليها بشويه ملح وشويه فلفل بس هي دي بس الفرشه. حطيت فلفل حامي وحطيت فلفل رومي. وهنا حبايبي كانت اكلتنا خلصت خلاص الحمد لله، وحبيت اسجل الصوت ده عشان اكون دقت الكفته واقول لكم رايي فيها. هي كفته حلوه مش وحشه، عاديه خالص، ما يعني الكيس ده ما اثرش عليها في حاجه، لكن هي حلوه متماسكه وجميله. لو حبيتوا تجربوها جربوها، هي مش وحشه، هي حلوه جميله. وده كان اكلتنا النهارده، كانت سهله وبسيطه. عملت مكرونه وعملت الكفته وعملت رز اصفر للي بيحبه، حمرت بطاطس، وكان يوم بسيط. وعملت بابا غنوج، كان يوم بسيط، وسلطه خضراء. بس كانت الاكله حلوه، كانت جميله. ودي عصايرنا بقى، المانجا والصوبيا وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.